صباح الفل على احلى اخوات في الدنيا. فيديو جديد فين عند استاذ تامر وجيه في الازهر. تعالوا مع بعض نشوف الميكروفايبر الجديد. انا كنت شفت الشغل ده كله وهو اتواب قبل ما يتعرض هنا اصلا في المحل قبل العيد، بس هو قال احنا مش هنعرضه غير بعد العيد. ولما جيت بعد العيد ما شاء الله لقيته يعتبر عرض الشغل كله، يعتبر اتاخد معظمه، يعتبر خلص. هصور لكم حتى لو في حاجه خلصانه باقي منها حاجات بسيطه في الاتواب، هصورها لكم. الحاجات اللي متوفر منها هصورها لكم، مش هخلي رسم غير مصورها، لان في قصه وحوار كده في الخامه اللي هصورها، سواء في الاشكال سواء في الاسعار سواء في التفاصيل دي كلها هتكلم معاكم فيها داخل الفيديو. بس لو اول مره بتشوفيني ما تنسونيش في لايك وشير وسبسكرايب وعلى الجرس عشان يوصلك مني اشعار بكل فيديوهاتي. وتابع الفيديو ده للاخر للناس اللي بتحب الاشكال المميزه اللي مش هتلاقيها عند حد خالص غير عند استاذ تامر وجيه. تابعيني لاخر الفيديو هتشوفوا كل التشكيل ده، وهنتكلم على التفاصيل، اسعار كل الكلام ده، والخامه ومميزاتها وعيوبها، وكل التفاصيل ده هكلمك عليها داخل الفيديو. يلا بينا نبدا الفيديو. بس زي ما قلت لك لو اول مره بتشوفينا ما تنسونيش في لايك، ويلا بينا ندخل على الفيديو. طيب تعالوا نبدأ مع بعض كده، نجيب بقى التشكيل الميكروفايبر كله اللي انا كلمتكم عليه في اول الفيديو. الخامة هنا ميكروفايبر، هو تامر وجيه بيقول عليها بركال، بس انا دايما بكلمكم على انها الميكروفايبر اللي انتم متعودين تشوفوها معايا في الفيديوهات. فهي الميكروفايبر، سعرها هيبقى مختلف شوية الا انها مميزة قوي في رسوماتها. هو جايب تشكيل مش هتلاقوه عند حد، يعني الرسومات دي مش هتلاقوها غير هنا بس. مهما تلفوا في الاسواق او في اي محلات من اللي انا بصور فيها مش هتلاقي الرسومات دي متوفرة غير هنا. فخلينا نبدأ بالرسومات المميزة اللي مش هتلاقوها بره عشان تعرفوا التشكيل الجديد شكله عامل ازاي. اولا الرسمه البيبي بلو ده بالرسمه اللي هي معاها الابيض، دول اتنين ماتشنج مع بعض، تقدر تستخدمها في اوض الاطفال واوض النوم. بس البيبي بلو دايما بيبقى حلو قوي في اوض الاطفال. تقدر تستخدمي ده لوحدها ده لوحدها، الاتنين ماتشنج مع بعض براحتك. تقدر تدخلي لون ساده مثلا هنا ابيض وهنا تدخلي البيبي بلو، مفيش اي مشكله. عايزه اوريك البينك برضك لانها حلوه قوي لو اوضه بنات، فهي حلوه جدا، ولو اوضه نوم جميله. عجبني اول رسمه بتاع الفيونكات دي لانها تحسيها انا كنت مفكراها متطرزه زي التطريز كده بالخيوط، لكن طلعت هي طباعه، فانبسطت جدا ان هي نزلت في التشكيل ده. الخامه ايه يا ام امل؟ الخامه ميكروفايبر طبعا. هو هيوريكي دلوقتي الابيض منها. الخامه اسمها ميكروفايبر، ما فيهاش نسبه قطن عشان تبقوا عارفين، هي على بلاستر اكتر، بس لما تمسكيها هتلاقيها محمله وطريه. طبعا اتكلمت عنها كتير في فيديوهات اللي فاتت، بس حابه ان انا اوضح برضك في الفيديو ده عشان اكيد في ناس بتتفرج عليا لاول مره، فتبقى تبقى عارفه مميزات وعيوب الخامه ايه. احنا ممكن يا شناوي تورينا برضك مع القلوب الاحمر ده، تورينا معاه الابيض اللي خلص، لان تامر قال لي ان شاء الله انا لما اجلت التصوير لما قال لي ان شاء الله ان احنا هنعرض الشغل ده بعد العيد، اعتقدت ان انا بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله كان جايب منها كميات كبيره جدا، فانا ما تخيلتش خالص ان انا هاجي الاقي في حاجات كتير خلصت بالشكل ده. الابيض بتاعها اهو، ان شاء الله هو يعوضه تاني. القلب الاحمر هنا صغير شويه غير اللي متعودين عليه في الرسومات العمريه، بيبقى القلب كبير شويه، هنا القلب على صغير شويه. تقدري تدخلها ماتشنج برضك مع بعضها في طقم الملايه بالاحمر وتعملي منها كفر لحاف من الابيض، او العكس صحيح، هيبقى شكلها حلو جدا. ممكن كفر اللحاف يبقى وش ووش. زي ما قلت لك الخامه الميكروفايبر ما بيبقاش فيها قطن زي العمريه الباكستاني سوبر تبراك والتبراك والقصه دي، الا انها بتبقى خامه محمله شويه. هي اقرب طبعا للبركال و3 دي كتقل، لكن كملمس انعم واطرى. طبعا كل الخامه ما هتعلى سعرها لازم تعرفي ان هي مميزه في الماتشنج بتاعها. بسم الله ما شاء الله الرسمه دي برضو جميله، منزل رسومات زي ما قلت لك لاول مره هتشوفيها فعلا هتبهرك من اول ما تشوفيها. يعني الرسمه دي على هادي قوي، جميله بجد. اللون السيلفر واللون الاوف وايت منها، والسيلفر اجمل كمان بكتير. فتقدري تستخدمي براحتك الماتشنجات مع بعضها، او تدخلي الوان ساده. يعني هنا مثلا ممكن تدخلي الدرجه البينك الساده مع الطقم ده، ممكن تدخلي الابيض على اعتبار ان الفيونكه على ابيض. هنا برضو هتدخلي البينك هيبقى حلو جدا، وممكن العكس صحيح زي ما قلت لك. بص الرسمتين دول ما شاء الله ما شاء الله جميله جدا. بص المنقطه دي منقطه على ابيض، والمنقطه على الكافيه، والعكس صحيح. بجد الرسومات دي رسومات مختلفة ومميزة. زي ما قلت لكم اصلا تامر شغال اونلاين كمان، فهتلاقي الرسومات دي هتلاقيها منتشرة، هتلاقيها بتقابلكم اساسا مثلا في الجروبات الاونلاين اللي بتبيع، بتبقوا مستغربين اوي الرسومات دي مش بنلاقيها ليه. مش بتلاقوها لان هو بيبقى مميز نفسه بيها ومميز شغله بيها، فبيجيب التشكيل المختلف اللي يميز شغله بيه يشتغل. بيبقى جاي عالي شوية زي ما قلت لكم من شوية. هكمل لكم وصفة في الخامة وبعد كده هقول لك على السعر.
هو علشان يميز نفسه في الرسومات دي فبيضطر يحجز الرسومات دي ليه هو لوحده، ويطلب التشكيل والرسومات اللي هو محتاجها بالكمية اللي هو محتاجها لوحده، فما تنزلش في الأسواق شرط أساسي، ما تنزلش لأي حد غيره، فده بيعلي عليه السعر، فبالتالي بيرفع عليكم انتوا السعر. أما الماتيريال هي الميكرو فايبر اللي انتوا متعودين تشوفوه، هو ناعم جدا وطري وما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله محمل. زي ما قلت لكم الخامه دي لا هتوبر ولا هتخرط ولا هتجرب ولا هتنزل لون نهائي، هتفضل ثابته على الوانها زي ما انتم شايفين. كمان مش بتقرح في الغسيل، اللي هو عارفين لما تستعملوا الحاجه القطن شويه تحسوا ان هي بتقرح مش بتنضف، لا دي بجد بتنضف من اول ما تحطها في الغسيل. استعمليها لو كل يوم بتنضف حلوه جدا. طبعا انا بكلمكم على الحاجات دي نتاج استخدامي للخامه. زي ما قلت لكم علشان تشوفوا الرسومات المختلفة ده كان لازم سعرها يبقى عالي. طبعا مش بتاعتي خالص ان السعر يبقى عالي او السعر يبقى قليل، انا بس بحب ان انا اصور لكم الحاجة المختلفة اللي تميزوا بها نفسكم وتحسوا ان انتوا فرشتوا حاجة مش موجودة، مش تقليدية، مش المنتشر اللي انتوا دايما عينيكم بتشوفوا حاجات مختلفة شوية. الرسمة دي برضو من الرسومات اللي مختلفة قوي. يا رب يكون التشكيل النهارده عجبكم. انا بحاول على قد ما اقدر افرد لكم كل الرسومات الجديده، مش هسيب الرسمه خالص من الجديده الا ما هصورها. سعر المتر كام يا ام امل؟ سعر المتر 120 جنيه. طبعا الناس اللي متابعاني عارفه ان الميكروفايبر اقل من كده في السعر، بس زي ما قلت لكم اللي مرافع سعر الاطقم دي انها رسوماتها مميزه. تقدري بقى تستخدمي الرسمتين دول في اوض الشباب، هي واللي فاتت كمان كل الرسمات اللي هي على فيونكات، رسمات القلوب ده ورسومات البنك تقدري تستخدمها في اوض البنات كبار صغيرين، ما تربطيش نفسك نهائي. فانا هحاول على قد ما اقدر اصور لكم كل الرسومات المميزه عشان لما تاخدي حاجه بسعر عالي بالشكل ده تاخدي تبقى حاجه مميزه وعينك تشوفها تحسي فعلا ان انت فرشه حاجه مختلفه تستاهل السعر. بصوا دول درجتين انا جبتهم جنب الطقم ده عشان تقدروا تختاروا براحتكم الدرجه اللي انتوا عايزينها. وفي كمان درجه كافيه ورا جنب الملايه البيضاء اللي فيها ورقه شجر رصاصي وكافيه، تقدر برضك ممكن تاخديها كدرجه من درجات الارضيه، يعني لو انت حباها كلها ميه واحده. حابه تفتحي بقى وتحسي ان انت كسرت في الالوان فهيبقى الساده اللي موجود عليها دي، وكمان ممكن الكارو المنقط شويه دي تحسوها منقطه شويه كده. بصوا الثلاث رسومات دول الثلاثه مكررين يعني بنفس الشكل بس الالوان مختلفه. عندك اللون اللي على لافندر غامق شويه، واللون اللي على نبيتي او كشمير، والدرجه اللي على سيلفر اللي انتوا شايفينها ده. الاتنين دول هيمشي معاهم البيج، والدرجه دي هيمشي معاها الابيض. طيب بصوا بقى النجوم ده المفروض ان النجوم دي ماتشنج مع ده، انا طبعا مش شايفاهم ماشيين مع بعض. انا شايفه دي ملايه لوحدها حلوه جدا ودي لوحدها حلوه جدا، تقدري براحتك تستخدميها ماتشن زي ما هما جايبينها كده تمام. تقدري تستخدميها كل واحده لوحدها بالشكل اللي انت حباه. ممكن تدخلي هنا مثلا الساده بتاع النجمه ده مع الملايه دي، وتدخلي هنا مع ده الابيض، يبقى شكله تحفه قوي ما شاء الله. الاتنين اجمل من بعض، وخصوصا النجوم الصغيره دي بجد حلوه قوي مع الابيض تبقى جميله. طيب انا عايزه اوريكم حاجه في الرسمتين دول، وعايزه اقول لكم على ماتشنج برضو كان يعني هيبقى حلو جدا قوي مع الرسمتين دول. بصوا الفراشه تحسوا ان هي مقلمه وتحسوا ان هي منقطه. في طبعا في العمريه بيبقى في ابيض وفي اسود مقلم يمشي معاه حلو قوي. وكان في برضو رسمه كانت بتبقى موجوده في العمريه مربعات صغننه قوي قوي قوي، كانت ابيض في اسود برضو، كانت هتبقى جميله انا متخيلها لان كنت بشوف الرسمه دي في العمريه. فالفراشه بجد كانت محتاجه كده، مش حابين خالص يبقى الطقم منه فيه، بس الطقم رايق قوي زي ما انتم شايفين. تحسوا قد ايه الارضيه كلها ميه واحده رسمه واحده، والفراشات خفيفه قوي فيها منتشره في كل الملايه فشكلها حلو جدا. بصوا بقى الرسمتين الجميله دي بجد رسمتين احلى من بعض، درجتين الرسمتين رسمه واحده بس الدرجتين اجمل من بعض. يعني ده كشمير على غامق شويه، ده درجه هاديه قوي قوي. طبعا لما هتحط الاتنين جنب بعض دي هتبهت دي، لكن في الطبيعه لو هتستخدمي ده لوحدها ودي لوحدها هتشتري دي لوحدها فالاتنين هيبانوا بسم الله ما شاء الله جميله جدا. بالعكس كمان الدرجه اللي انتوا هتحسوها افتح دي هي اجمل كمان على الطبيعه. الرسمتين دول حلوين جدا ويمشي معاهم اي كوفرته بيضه عندك. حبيت جدا كل الرسومات اللي فيها الوان الابيض على هادي والاوف وايت، لان ممكن تجيبي كوفرته بيضه او تجيبي لو عندك اللحاف ابيض ساده خالص هيبقى شكلها حلو جدا في الفارش. بصوا الرسمه دي بجد بجد خطيره بجد خيال.
انتوا حاسين باللي انا حاساه يعني؟ انتوا مستوعبين الرسمه دي زي ما انا مستوعباها كده؟ اجمل ما فيها بقى ان الاسود استحاله تجرب. زي ما قلت لكم الخامه دي من مميزاتها ان هي عمرها ما تجرب. الرسمه دي لو موجوده في العمريه حرفيا هتجرب ومش هتبقى حلوه خالص اللي هي على اسود. فالرسومات دي هتبقى مميزه. عرفتوا فين بقى انا كنت بكلمكم في حته ايه؟ ان لو انت هتاخدي في العمريه رسومات زي دي استحاله هتقعد على لونها ثابته. الالوان هتبقى ثابته بس هتجرب، هتفتح درجه بعد الغسيل، ممكن توبر. الكلام ده كله مش هتلاقوه في الخامه دي. زي ما قلت لكم كمان الرسومات مميزه قوي قوي قوي، مش مكرره في اي حاجه تانية، مش شبيهه لاي خامه ولا اي ماتيريال تاني. ما شاء الله جميله 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 ومميزه نفسها. ده من اكتر الحاجات اللي شدتني للخامه دي ان هي مميزه برسومات فعلا مش موجوده ومش منتشره. طيب بصوا ركزوا معايا بقى في الرسمه دي. درجتين اتنين تقدروا تمشوا. عايزه اقرب الكاميرا كده عشان اوريكي ان الرصاصي والكافيه مش ساده. يعني ممكن من بعيد كده يبان لك ان هو ساده، لكن هو في الاساس فيه تشبيحه كده في الرسمه الساده بالشكل اللي انت شايفاه ده. الرسمه دي جميله جدا ومن الرسومات فعلا اللي تحس ان انت بتشتري حاجات على قطنيات، حاجات عمريه، تبراك، حاجات زي كده. الرسمه فعلا مميزه وحلوه. كمان درجه الرصاص اللي فيها دي درجه حلوه وهاديه. الملايه دي هاديه قوي قوي بجد، ورايقه. عايزه اقول حاجه للناس اللي بتشتغل، اللي كانت بتقول عايزين حاجه لما ننزل بقى في السوق سمعتنا ما تتضربش، ما يجيش يشتكي من اي حاجه. هو ده بجد اللي بيجي مع العميل اللي بيجي يشتري منك ويتعامل معاك الاول مره. لو انت بتبيع وبتعملي كميات انك تعرضيها للشغل مش مطلوب من العميل مباشر. يعني انا مثلا بشتغل اونلاين، فبيجي العميل يعجبه الرسمه دي، خلاص يا ام امل انا شرحت الخامه وشرحت كل حاجه طيب علشان بس التليفون كان فصل. بصوا زي ما قلت لكم لو انت حابه تشوفي الميكروفايبر نفس الماتيريال بنفس الخامه بس اشكال تانية هتلاقيها موجوده عند تامر وجيه في المحل اللي بره. لو قدرت هصور لكم لقطه على السريع، بس انا اصلا كنت صورت قبل كده برضو عندي تامر ليه فيديوهات كتير عندها على القناه بالميكروفايبر اللي سعره اقل. كان بيبيعوا بكام؟ كان بيبيعوا ب80 وعامل عليه عروض النهارده ب70 جنيه. يعني الخامه والمواصفات بنفس الشكل، ان الاشكال دي مميزه وجايبها هو بسعر اعلى فبيبيعها بالسعر ده عشان يميزكم في الشغل، عشان الناس اللي حابه تاخد حاجه مختلفه واشكال تبقى مناسبه لاذواقكم، فجابها عشان يميزكم بيها. زي ما قلت لكم تقدروا تستخدموا الخامات اللي بره لو انت عايزه ميكرو فايبر بنفس المواصفات وسعر اهدى وكمان عليه عروض 70 جنيه. بس الرسمه دي في قمه الروقان بجد. انا بقى اقرب لكم الصوره كده عشان تشوفوا ان النقط السوداء الصغيره دي مش منقطه، دي قلوب صغيره. والقلب الكبير منقط شويه، في قلب ساده زي ما انتم شايفين بنفس التفاصيل. اللون المستردة طبعا انت ممكن تقولي ان انت تقدري تدخلي معاه مستردة، بس انا مش حابه كده خالص. انا بجد لو هعمل حاجه مع الملايه دي هعمل الكارو الصغير قوي اللي هو زي القلوب. بس القلوب فيها تحسوها منقطه صغيره، يعني لو في حاجه منقطه كده في العمريه فانا ممكن ادخلها ماتشنج عادي مع الخامه دي. لو انا عايزه اعمل كفر لحاف او عايزه اعمل مخدات او كده تقدري كمان تدخلي اللون الاسود، هيبقى حلو جدا. يعني ممكن تعملي الملايه اللي باستك اسود وكفر اللحاف من الابيض ده، او العكس صحيح، او الكفر اللحاف يبقى وش اسود ووش باللون ده، هيبقى حلو جدا. مستردة لو انت حابه. بصوا المستردة درجه القلب المستردة كده ما شاء الله جميله. رسمه حلوه قوي ومميزه، وكانت من الرسومات اللي شدتني قوي وانا بتفرج عليها قبل العيد. بص الرسمه دي بيقص منها، فانا قلت اجيبها لكم كمان معايا بالمره باللون الاورانج الهادي ده او الاصفر ده. ما شاء الله جميله برضه. بص الرسمه دي برضه جميله قوي، رسمه هاديه شبيهه قوي رسومات كان تامر بينزلها في التبراك. ما شاء الله جميله، بس انا حبيت اوضحها لكم. هي ممكن يكون بسيطه، يعني بسيطه قوي سيمبل. ممكن تدخلي معاها اللون الاوف وايت هيبقى حلو جدا، ولو منها فيها كده ببعضها شكلها شياكه جدا. فعلا جميله يا شناوي. الدرجه الساده دي معاها برضو الجميله، تقدري تستخدميها اكياس مخدات تبقى حلوه قوي غير الاوف وايت. لو انت عايزه الطقم تحس ان هو كله ميه واحده. بصوا بقى انا من عشاق الحاجات اللي زي كده، يعني الحاجات اللي منقطه، الحاجات العشوائيه، لانها بجد في الديكورات وفي الاوض وما تيجي كده تقفلي ماتشنج طقم كله مع بعضه خطيره. ممكن على فكره ترمي عليها كده يعني كقطعه واحده في وسط الملايه كوشن من الكارو اللي جنبها ده، كوشن يعني حاجه صغيره كده.
يعني الطقم كله يبقى مثلا بنفس اللون بس معاها كوشن من الكارو ده فيكسر شويه، او ساده خالص باي درجه فيها. لو خدت بالك هتلاقي الاخضر وهتلاقي الاصفر اللي هو الحمصي، وهتلاقي اللون جميل قوي قوي اللي انا بحبه، اللون اللي هو اللافندر حلو جدا فيها. هتلاقي اللون البيبي بلو. ممكن بصوا الدرجة، ممكن الدرجة دي ممكن تمشي معاها شوية، بس اعتقد ان هي قافلة شوية عن البيبي بلو. بس هي بجد جميلة وتقدري تعملي ماتشنجات معاها كتير. تقدري تاخدي حاجات منقوشة معاها وتمشي برضك لانها منقطة كده، وتحسوا ان هي شوية مدية على سادة. ما شاء الله حلوه جدا، تمشي في كل الاوض، شباب بنات، اوضه النوم، كل حاجه هتبقى معاها حلوه. تقدري كمان تاخديها هي كشكل، تدخليها ماتشنج مع ملايه تانية. يعني تقدري تاخدي منها كوشن تدخليها كوشنات خداديات صغيره. ما شاء الله جميله، ما شاء الله ما شاء الله. الرسومات اللي كانت عجباني قوي 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 برضك اول ما شفتها. بصوا رسمه السحابه بقى الجميله دي، زي ما قلت لكم ما شاء الله ما شاء الله. من اكتر الحاجات اللي عجبتني ان الرسومات مميزه ومش منتشره بجد، مش هتلاقي الرسومات دي غير هنا. فلو انت حابه تميزي نفسك ماشي، حابه ان انت الماتيريال ولا مش قطن وسعره عالي، فتقدري تستغني عنه وتستخدمي قطنيات واقل من كده كمان. يعني انتوا اكيد عارفين ان العمريه هنا عند تامر وجيه وفي اي مكان العمريه اعلى خامه في العمريه 85 جنيه. فتقدري براحتك تستخدمي العمريه، تقدري تستخدمي الخامه دي عشان الرسمه عجبتك، لايقه مع ديكور عندك، الشكل هيبقى ماشي قوي مع اوضه، مع الاوضه عندك، فتمام تقدري تستخدمي. انا بس بحاول على قد ما اقدر ان انا اميزكم في الشغل واوريكم حاجات مختلفه، وانت ليكوا حريه الاختيار في الاخر. شوفوا بقى، شوفوا بقى الجمال بجد والتميز. كل الاشكال اللي هتلاقوها في يعني في اكبر جروبات شغالين اونلاين بجد. لا عادي 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 يا استاذ. ركزوا معايا بقى في الرسمه الخطيره دي. في ناس كتير لما بتدخل على الواتس وتكلمني وتقول لي يا ام امل عايزين شغل، بيروحوا جايبين لي رسومات ملايات هم شايفينها في جروبات وعايزين يعملوها معايا انا. يعني عايزين يعملوها بافكار معينه انا بعملها فعجباهم، عجبهم مثلا شغل الفينش بتاعي فهم عجبهم في الجروبات الرسومات دي، الا انهم عايزين ياخدوها من تحت ايد ام امل. ام امل هي اللي تنفذ لهم الاوردر. عايزه اقول بقى ان الرسومات المميزه ده حرفيا معظمها اللي بتجيلي بتبقى عند تامر وجيه. بس زي ما انتم شايفين كان بيحتفظ بالشغل ده للشغل وهو للاونلاين، والناس اللي بتشتغل في الجروبات بتاخد منه عشان تميز نفسها. هنا بقى عايزه افهمكم النقطه بتاع ارتفاع السعر، رغم ان الماتيريال هو نفس الماتيريال الميكروفايبر اللي احنا بنصوره. ليه بقى؟ علشان الحته اللي انا بكلمكم فيها دي، علشان الرسومات المميزه دي، علشان تاخدي شغل تعرفي تسوقيه محدش شبهك عمله. لو لفوا كتير ومهما يحاولوا يدوروا مش هيلاقوا الرسومات دي بره. علشان كده استاذ تامر بيميز نفسه بالسعر العالي، بياخد بسعر عالي، الا ان هو يبقى مميز نفسه برسومات مش هتلاقوها بره. يا رب يكون المعلومه وصلت بالنسبه للسعر. عشان كده بقولك لو انت عايزه تشتغل على سعر اهدى، لا خليك في الميكروفايبر اللي سعره اهدى. انا عايزه بجد، انا حاسه ان الفيديو مدته طولت قوي، الا ان الاشكال ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله كتير ومش بتخلص. هوريكم رسمه كده من غير ما افردها. بصوا الرسمه دي والماتشنج بتاعها ده، فده كده الغامق وده كده الفاتح. في رسومات كتير زي ما قلت لكم. بصوا الرسمتين دول مثلا، الرسمتين دول زي بعض بالظبط، على كشمير وعلى رصاصي. دايما بيشتغلوا في الدرجات ده عشان هي دي الالوان اللي بيشتغلوا عليه. رسومات كتير جدا، ولو قعدت اصور من هنا لحد بكره مش هخلص التصوير في الرسومات اللي الاستاذ تامر موفرها في الميكروفايبر. فخلينا اخدك كده دقيقه في السريع احاول ان انا اصور لكم كام رسمه. بصوا كمان النجوم الرصاصي دي، وبص الرسمه دي كانت منتشره قوي برضه، من ضمن الرسومات اللي منتشره قوي في الجروبات، مش عارفين بتيجي منين. هي ماتشنج كمان مع اللي جنبها، وتقدري تستخدمي كل واحده لوحدها. فلا هو ده بقى اللي انا كان قصدي عليه وانا بصور لكم الخامات دي. عايزه اقول ان المكان ما شاء الله زي ما انتم شايفين هتيجي تلاقوا فيه خامات العمريه. العمريه هنا بكام يا استاذ تامر؟ طلع العمريه هنا بكام؟ العمريه هنا ب65. نسبه القطن فيها نسبة قطن اهو، الا انها ب65 جنيه. هو ده بقى اللي انا عايزه اقول لكم عليه. بس ده بورصل مفتوح. العمريه البورصل المقفول هتلاقوها ب85 برضو، اقل اهو في السعر عنه. التشكيل كبير وواسع، بس طبعا الفيديو طول قوي، فهقدر ان شاء الله احاول ان انا اصور لكم فيديو تاني خاص بكل الخامات اللي هتلاقوا عند استاذ تامر. عايزه اجيب لكم كده المعرض من اوله عشان تقدروا تستوعبوا التشكيل عنده عامل ازاي.
ده كل اللي على الاستندات ده كله عمريه بورسل مفتوح وبورسل مقفول. هوقف الفيديو هنا لان كنت عايزه اقتصر على الميكروفايبر. ولو عجبك الفيديو ما تنسنيش في لايك وشير وسبسكرايب، فعل الجرس عشان يوصلك مني اشعار بكل فيديوهاتي ان شاء الله. في اول تعليق مثبت هسيب لكم لينك التليجرام ولينك والعنوان وارقام التليفونات، كل حاجه هتلاقوها في اول تعليق مثبت. لو وصلت معايا لحد هنا ما تنسنيش وما تبخليش عليا باللايك الحلو، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.